ناقدة فنية بتقول لغادة عبد الرازق انت مش قد كاريوكا. وكمان اعتذارات من الفنانين والمخرجين سببت في خروج عدد من الأعمال من السباق الدرامي الرمضاني 2025، وطالت منها غادة عبد الرازق. وهنشوف التفاصيل حالا، ويشرفني اشتراككم في القناة. ونبتدي حبايبي. تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لتقديم فيلم شباب امرأة، وخاصة الدور اللي قدمته الفنانة الراحلة تحية كاريوكا. وبيعد فيلم شباب امرأة من أبرز علامات السينما المصرية وأشهر أفلام تحية كاريوكا. وفيلم شباب امرأة إنتاج عام 1956 من بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان وشادي وعبد الوارث عسر وسراج منير وفردوس محمد. تأليف أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار وإخراج صلاح أبو سيف. وفيلم شباب امرأة ما هوش يعني الفيلم الأول اللي بتعيد به غادة عبد الرازق الأفلام المصرية، لكن قبل كده قدمت فيلم البطنية اللي كان بطولة الفنانة القديرة نادية الجندي إنتاج 1980. فقدمت غادة عبد الرازق مسلسل البطنية في شهر رمضان 2009، وشاركها البطولة الفنان الراحل صلاح السعداني وأحمد فلوكس ولوسي إلى جانب مجموعة من الفنانين الآخرين. وحصلت غادة عبد الرازق على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في المسلسل، بالإضافة لجائزة أفضل ممثلة في الوطن العربي. والناقدة السينمائية ماجدة خير الله قالت إن هناك عناصر فنية فارقة في نجاح أي عمل فني، مضيفة أن الفنانة تحية كاريوكا قامت بالتمثيل في أفلام عديدة، ولكن من أنجح أعمالها وألمعهم هو فيلم شباب امرأة. وذلك النجاح يرجع إلى طاقم العمل ككل من سيناريست ومخرج وممثلين عملوا على نجاح الفيلم، بالإضافة بالتأكيد لوجود تحية كاريوكا. وأضافت ماجدة خير الله في تصريحات خاصة لها، قالت الفنانة غادة عبد الرازق لن تتجاوز نجاح الفنانة تحية كاريوكا أبدا، إذ أن فريق عمل المسلسل من سيناريست ومخرج ووجود غادة عبد الرازق سيضع الجميع في مقارنة مع فريق عمل فيلم شباب امرأة لتحية كاريوكا. وأضافت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله أن تلك المجموعة لن تتجاوز النجاح اللي حققته تحية كاريوكا في فيلمها مهما فعلوا، مش قد كاريوكا. واختتمت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله حديثها بالقول إن الفنانة فيفي عبده حاولت من قبل استعادة جزء من تحية كاريوكا على المسرح، ولكن محاولتها لم تصل لمستوى أداء تحية كاريوكا. وكانت المخرجة نادين خان أعلنت اعتذارها عن مسلسل شباب امرأة المقرر أن تقدمه يعني غادة عبد الرازق خلال السباق الرمضاني المقبل. وجاء اعتذار نادين بعد وضع الخطوط العريضة للعمل، وبدأ الكاتب محمد سليمان عبد الملك في كتابة حلقات العمل، الأمر اللي سبب أزمة لصناع العمل في البحث عن مخرج للمسلسل. لم تكن هي الأزمة الوحيدة اللي واجهت غادة عبد الرازق في المسلسل، حيث كانت الشركة المنتجة أعلنت أنها بتدرس تأجيل عرض المسلسل لرمضان 2026، وذلك لأن المسلسل بيحتاج لتحضيرات كتير قد لا يتسع الوقت لها، ولأن الشركة عايزة أن يخرج العمل بشكل يليق بمكانة الفيلم اللي بيعد واحد من أهم 100 فيلم في السينما المصرية. وجاء اعتذار نادين خان ليجعل الاتجاه إلى تأجيل العمل لرمضان 2026 هو الاحتمال الأكبر. ويذكر إن غادة عبد الرازق شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل صيد العقارب، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن. وطبعا الفنانة غادة عبد الرازق فنانة جميلة لها كاريزما وحضور وقبول، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله. أشكركم حبايبي على حسن المتابعة، مع السلامة.